جمهورنا العزيز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نجوم ومواهب. نجم اليوم هو فرصة ليا. نجم اليوم الفنان الموهوب الشاب، متعدد المواهب، فهو الممثل والمخرج والكاتب الرائع الفنان شادي الدالي. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك وميرسي على المقدمه الجميله دي. حضرتك تستاهل أكتر من كده بكتير. ربنا يخليك يا رب. اهتمام سيادتك بمسرح الطفل اهتمام غير عادي. حضرتك قدرت تطور المسرح لمسرح فني هادف بيقدم فن راقي، وكمان رسالة لتغيير سلوكيات المجتمع للأفيد وللأصلح. من خلال مسرحيتنا النهاردة نور في وعالم البحور، بطولة الفنان ميدو عادل والفنانة المحبوبة هدى هاني، وطبعا الموسيقار الرائع هاني شنودة. فعايزة أقول لحضرتك، وطبعا إخراجك يا فندم، اختيار حضرتك للكاست كله ممثلين وموسيقى خلت المسرحية عليها إقبال شديد من محافظة بورسعيد، من كل جمهور وأبناء والأسرة كلها في محافظة بورسعيد. حقيقي حضرتك قدرت تسبب فرحة كبيرة في محافظتنا. الحمد لله. عايزة حضرتك تكلمني ازاي جت لك الفكرة ان انت توجه سلوكيات للأطفال من خلال عمل مسرحي هادف. اولا انا سعيد جدا اني موجود في بورسعيد. سعداء ان احنا بنقدم تجربتنا نور في عالم البحور، وهي من انتاج المسرح القومي للطفل. احنا بقالنا سنتين او ازيد من سنتين بنعرضها في القاهره. اول مدينه بقى بعد القاهره نعرض فيها العرض هي مدينه بورسعيد. وفعلا بما انه العرض اجواءه فيها نتكلم عن عالم البحار وحرفة الصيد. وبطل العرض صياد، والبطل عروسة بحر. فاذا صحيح ممكن انا حتى كنت بقول للكاست بتاعي انه احنا في القاهرة، الطفل القاهري هيشوف العرض بطريقة، والطفل البورسعيدي هيشوفها بطريقة تانية ده خالص، لانه فعلا، ده العالم ده حقيقي، اقرب له، ده هو حقيقي. عارفه وفاهمه. من ناحية رسالة العرض، هو مسرح الطفل بشكل عام بيبقى أصعب من مسرح الكبار، لأنه حساسية الجمهور مختلفة. إنك إزاي توصل له الفكرة، إزاي توصل له الرسالة اللي أنت عايزه يفهمها وينفذها، من غير ما يحس الطفل إنه في حصة في المدرسة. ان انت بترشده. لأنه المدرسة ليها دورها، والمسرح له دور تاني خالص. جزء كبير فعال من ومؤثر. من دور الفن هو الإمتاع. إزاي أوصل للطفل المعلومة اللي أنا عايزها من خلال قصة ممتعة يسرح معاها. أنا لما بسمع أصوات الأطفال في الصالة هنا في بورسعيد وهما بيرددوا الجمل ورا الممثلين انا أثناء عايزه العرض، اقول لك ان بكون ده في منتهى السعادة الحقيقة. احنا كمان كنا سعداء جدا جدا، وصورنا بالفعل اثناء العرض المسرحي الأطفال وهما بيكلموا الصالة. الاطفال وهم بيتفاعلوا، يعني الفنان ميدو عادل عنده لباقه شديده جدا ده حقيقي. وسرعه ده بديهه حقيقي. واقبال مع تفاعله مع الاطفال. يعني كسر حاجز كبير جدا من الخوف ومن التعامل بين الاطفال وبين الفنان ميدو عادل. فطبعا حضراتكم سببتوا فرحه كبيره جدا، مش قادره اقول لحضرتك قد ايه. غير ان في خلال الاربع ايام اللي حضراتكم عرضتوا فيها على مسرح قصر ثقافه بورسعيد هنا، حصل ترند، والترند اللي موجود في المسرحيه، انا اسف أنا مش غلطان، مش هعمل كده هعمل تاني. كده تاني. اصبح الطفل العنيد لا دلوقتي بقى عارف ان في حد اكبر منه على المسرح بيعلمه انه لما يغلط يعترف بغلطه ويقاوم الكذب، يعني ما يكذبش، ما تخافش. أنا هقول لحضرتك، وإحنا بنكتب النص، هو النص من كتابتي أنا والفنان محمد زناتي، وهو اللي كاتب الأشعار أغاني العرض. وإحنا بنكتب النص كان عندنا مراهنة على كام حاجة كده في العرض، من ضمنهم الجملة دي الترند. على لسان انا هبهوب اللي هو اسف. كلب البحر. ايوه. وكان
كان ايه تاني، واسم العفريت المارد اللي بيطلع من يا لهوي. الازاز، اللي هو يعني قعدنا نفكر في اسامي كتير جدا لحد ما انا قلت له طب استنى، انا هخليه اسمه لاهو. قال لي غريبه شويه، قلت له حلوه، انا اه. حاسس ان انا لو طفل هتعجبني، اه. خلينا نجرب. هو فعلا فعلا بمجرد الفنان سيد جبر، ربنا يخليه ويمتعه بالصحة والعافية، اللهم امين يا رب. قدر يسعد فعلا الجمهور كله بخفة دمه وخفة ظله وتقمصه للدور واتقانه ليه. عمل بهجة جميلة جدا في المسرح. انا مبسوط ان الاطفال مبسوطين والكبار كمان الحقيقه بيقابلوني مبسوطين جدا بالعرض، وحقيقي احنا مبسوطين بزيارتنا دي لبورسعيد، واتمنى نيجي تاني بعروض تانية ان شاء الله. أنا فعلا دي أمنيتي إن حضرتك تيجي وتشرفنا ويكون معاك عروض كتيرة جدا، لأن فعلا بورسعيد محتاجة اهتمام فني مسرحي. حاضر. إن شاء الله هننتظركم. ان شاء الله. بس عايزة حضرتك تكلمني عن المسرحية السابقة لمسرحية سندباد. حاضر. مضمون الفكرة بتاعتها إيه؟ سندباد كانت عرض للطفل برضه. انا في الحقيقه كمخرج بشكل عام عملت عروض كتير بس للكبار طبعا، عروض مسرح يعني. اول تجربه ليا مع الطفل كانت عرض سندباد على مسرح البالون. سندباد كان مستوحى من قصة سندباد البحري اللي في ألف ليلة وليلة، مغامرات وتركز على قيمة العمل والشجاعة، وكان من المهم إن احنا يعني نضخ في عقل الطفل المصري أهمية إنك تبقى مقدام، وإنك مفيش حاجة توقفك، وإنك تفضل تجري ورا أحلامك. وكان موجه للعمر مم. الفئة اللي هي أعلى شوية من فئة نور في عالم البحور، يعني موجه لسن مثلا لمرحلة نقول من عمرية. 10 من 10 مثلا ل 16 17 سنة، بعد كده خلاص بقى شاب يعني مبقاش طفل. في حين ان في نور في عالم البحور احنا قصدنا ننزل قوي لسن 3 4 سنين، يعني تمام. من اول هنا. تمام. فدي كانت تجربة سندباد، والعرض نجح جدا وحصل على جائزة مهمة جدا في المهرجان القومي للمسرح، جائزة أحسن ممثل. ومن خلال نجاح عرض سندباد في البالون طلب مني اني اعمل عرض تاني للطفل في المسرح القومي للطفل بقى. وكانت فكرة نور نور في عالم في عالم البحور، البحور. لاني برضو حبيت اني لو هروح للسن الصغير ده لازم اروح له بحاجة مؤثرة، احس انها هتأثر في المجتمع، واسيب اغرس في الطفل ده حاجة. لاحظت ان احنا ما عندناش وعي بيئي كافي. انا كنت عايش بره وكنت بدرس بره فترة يعني من حياتي، هم من زمان من 20 30 سنة مثلا وهم بينادوا بالحفاظ على البيئة، فعلا. بينادوا بانه في احتباس حراري ممكن يدمر الكرة الأرضية بعد سنين لو ما حاولناش نخدم أحفادنا اللي جايين في المستقبل. فبدأت أفكر في إيه الفكرة اللي ينفع أحط فيها هذه القيمة، مم. قيمة النظافة، قيمة الحفاظ على على البيئة. وخدتها من البيئة البحرية، لأن هي في الأساس يعني يقال مثلا انه في المحيط الهادي في معرفش حجم قد ايه بالظبط، بس بحجم قارة اوروبا اكياس بلاستيك. دي اه. كارثة، كارثة طبعا. فظيعة بتقتل الكائنات طبعا. البحرية وبتدمر البيئة لا، بشكل وحضرتك عام أشدت وبتأثر علينا. برضه في المسرحية إن البحر دون بينتج ثروة سمكية. طبعا. وغير كمان كده معظم الصيادين هنا بقى عندنا في محافظة بورسعيد، واحنا عندنا فعلا نسبة كبيرة جدا من الصيادين. ففعلا لازم الطفل عندنا في محافظة بورسعيد يتعلم ازاي يحافظ على البحر، لأنه هو ثروة سمكية ووظيفة تقريبا جزء كبير من المجتمع عندنا. صحيح. الفنان المبدع اللي أسعد الجميع بمسرحياته وبفنه الراقي المحترم، الفنان شادي الجاي. عايزة أقول لحضرتك بما إن حضرتك مخرج، محافظة بورسعيد تبنت مجموعة كبيرة جدا من المواهب تحت رعاية سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بمسابقة بورسعيد أرض المواهب. وفي الحقيقة المواهب يعني احنا كنا منبهرين، ما كناش مصدقين ان محافظتنا بورسعيد هيطلع منها براعم
بتمثل وبتكتب نص مسرحي. يعني أنا سجلت حلقة مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصاب ذهنيا، ولكنه قدر يكسب في المسابقة ويحقق نجاحات في كتابة النص المسرحي. حلو قوي. فأنا طبعا بقول لحضرتك، لأن برضو في أطفال أصواتها جميلة جدا، بتغني وبتغني الأغاني الزمن الفني الجميل، شادية ووردة. يعني أنا أتمنى أن حضرتك تتفرج على الحفل كامل. الحفل كان في المركز الفني في قاعة الفنان ابن بلدي وابن محافظتي الراحل العظيم محمود ياسين، الله يرحمه. فطبعا الحفلة كانت جميلة جدا والأطفال كانوا مبهرين. أتمنى إن حضرتك تتبنى ده أنا موهبة منهم. يشرفني جدا جدا. أنا عارفة إن ده كان هيبقى طلبي، وعارفة إن حضرتك مش هترفض الطلب، إن حضرتك تتفرج على الحفل وتتفرج على المواهب وتختار منهم ويشرفونا في مسرحية تكون من إخراج حضرتك. بكل حب ويشرفني فعلا. في نهاية اللقاء بنشكر الفنان والمخرج والممثل والكاتب المبدع الحابب لبلدنا جمهورية مصر العربية. يعني واضح ان الفنان شادي بيحبها حب غير عادي، ده حقيقي، وبيتمنى لبلدنا ووطننا جمهورية مصر العربية أم الدنيا، قلب الوطن العربي، كل الخير والتطور والنجاح والرقي يا رب. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنتمنى ان احنا نلتقي مع حضرتك في لقاءات اخرى قادمه ومسرحيات جديده للطفل وغير الطفل. وشرفتنا في محافظتنا بورسعيد. انا اللي اتشرفت بيكم. اشكرك. الف سلامه على حضرتك. الله يسلمك.